هذا البرنامج برعاية يا سلام، 5 أمان معنا دايما في كل مكان. في دنيا مليانة حكايات والرزق فيها له حسابات، نأمن بكرة ونطمن بالليل ونبني حلنا بثبات، خطوة بخطوة نمشي بطريق والعلم نور يفتح فريق. 5 أمان، ده الأمان عنوان في التأمين والصناعة دايما كسبان. مع طارق عبده بنفهم ويتعلم ونعيشها صح ونحمي كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم 5 أمان. في بداية الحلقة أسرة برنامج 5 أمان ترسل خالص التعازي للزملاء الأعزاء من عائلة مدني، الأستاذ محمد مدني والأستاذ أحمد مدني، في وفاة الوالدة الغالية. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرزقها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، آمين. حلقة النهاردة هتكون عن مركز من أهم المراكز الطبية في علاج وزراعة الأسنان في مصر والشرق الأوسط. قصة نجاح وتحديات كبيرة قوي، لحد ما أصبح رحلات الطيران اللي جاية مصر بيكون فيها ركاب جايين مخصوص للمركز ده من مختلف الدول العربية وكمان الأفريقية. قد إيه لما بتكون أنت مصري في أي دولة بره مصر وتلاقي ناس بتتكلم قدامك كده إنهم مسافرين بلدك مصر عشان يتعالجوا في مركز اسمه كيور كلينيك عند دكتور خالد ماهر، أكيد بتحس بفخر، أكيد بتحس باعتزاز كبير قوي ببلدك. ما تيجي بقى يلا بينا نخرج لفاصل علشان نستقبل ضيفنا المحرك الرئيسي لمركز كيور كلينيكس، الأستاذ الدكتور محمد صبح، أخصائي طب الأسنان بمركز كيور كلينيك، وهنشوف مع بعض المفاجآت. يلا بينا.
ورجعنا علشان نستقبل ضيفنا استاذ الدكتور محمد صبح، اخصائي تركيبات وتجميل الاسنان بمركز كيور كلينيك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا صار، ازي حضرتك؟ نورت شرفتك برنامج حضرتك. خمسة أمان. ربنا يخليك، نورك. وكتير من المشاهدين اللي بيهتموا بألم السنان وموضوع الزراعة، حلو ولا أنا خايف أقرب من المنطقة دي حلو. لما يعرفوا إن طيارات بتيجي مخصوص لمصر الحمد لله. من مختلف الدول العربية. اسم مركز كيور كلينيك بقى محطوط على الخريطة الطبية الحمد لله. من المراكز القوية جدا في مصر. عايزين نعرف من حضرتك جه ازاي ده، خصوصا ان احنا عرفنا ان مظاهرة حب صداقة الحمد لله. قايمة على عمل. الحمد عايزين لله. نعرف من حضرتك الموضوع بدأ ازاي وقمة التجانس اللي في مركز كيور كلينكس. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني اظن دكتور خالد قعد مع حضرتك من فتره طويله هنا. بالظبط. ودكتور خالد من اوائل الناس اللي دخلوا السياحه العلاجيه في مصر. بالظبط. فابتدينا من الموضوع ده ان المريض بيبقى جاي هو مش عاوز بس يضيع كل المده اللي هيقعدها في مصر ان هو يتعالج من الاسنان وكده. ايوه. فدكتور خالد بقى يعمل لهم برنامج ان هو انت هتيجي تعمل اسنانك وهنخلص لك في المده زي قليله قد كده باعلى كواليتي. ممتاز. وهتخرج وهتتفسح وتعمل كل اللي انت عايزه. تمام. فبدانا من النقطه دي، وطبعا بفضل ان هو بيعمل اعلى كواليتي وادق شغل، فطبعا لما بيسافر بيقول لقرايبه وبيحكي لهنا وبيحكي هنا، فبدات القصه من هنا، والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. وهنا ده بيقول لي ده ازاي ان هو فعلا بالظبط كده. وان الموضوع ان يعني الحمد لله بفضل التكنولوجي والتيم القوي اللي معانا الحمد لله الموضوع بقى اسهل بكتير. يعني كنا نسمع هنعمل عمليه زراعه، وهو الموضوع دلوقتي الحمد لله الزرعه ما بتاخدش 5 دقايق. الله. ده حقيقي. اتفضل. عايز اعرف من حضرتك المريض بيستفاد ايه لما بيتعالج في مكان اكتر من تخصص زي مركز كيور كلينكس؟ انا لازم التخصص يبقى موجود. بالظبط. يعني اكزامبل صغير، انا تخصص تركيبات. ايوه. مريض جالي ده حقيقي فعلا جالي قال لي التركيبه اتكسرت كذا مره. تمام. فهو راح للاسف لدكتور مش متخصص. ايوه. فالتركيبه اتكسرت منه كذا مره، فهو ما بيحلش المشكله، هو بيروح اخد له مقاس تاني ويروح عامل له بريدج جديد او تركيبه جديده. أيوة. ويرجع بعد شهر مكسوره برضه من غير ما يحل المشكله الموجوده. طب فلما جالنا وقعدنا وكشفنا عليه، وطبعا احنا عندنا تيم وورك شغال كله مع بعض، حلينا المشكله بحاجه بسيطه خالص، اتظبطنا العضه ولحد دلوقتي التركيبه زي الفل. هي بس اهم حاجه التخصص، بيبقى معاها خبره وعارف الاسباب وعارف المشاكل اللي ممكن تحصل من كذا ومن كذا ومن كذا، فدي مهمه جدا الخبره والتخصص. عايزين نعرف التعاون اللي بينكم كاطباء بقى بيفرق في خطه علاج المريض. طبعا طبعا جدا. بالزبط. يعني احنا كل قسم، يعني مثلا المريض جالنا عمل الاشعه وعمل المقطعيه، طب محتاج كذا حاجه في كذا قسم. ايوه اكيد. فده لازم يعني ما يروحش الدكتور يقول لك لا انا ما عنديش القسم ده وما عنديش التخصص ده، ما ينفعش. فاحنا بندخل مثلا قسم الجراحه هيعمل الجزء ده وهيعمل الجزء ده وهيعمل الجزء ده، هيخلص الجزء ده هيدخل على قسم التركيبات. طبعا. عنده اسنان محتاجه حشو عصب وعلاج عصب، هيدخل على قسم علاج العصب. فالتخصص ده مهم جدا ان هو يكون موجود في اي مركز. بالزبط. واحنا الحمد لله يعني عندنا فريق قوي في كل تخصص، فيه فريق قوي، وعاملين دلوقتي ان كل تخصص ليه رئيس قسم متابع كل حاجه وكل تنتوفه عشان الشغل يطلع في احسن وجه. عايزين نعرف بقى بتقسموا الشغل بينكم ازاي اول ما البيشنت بالظبط. حلو. هي بتبقى رحله. رحله. هي بتبقى رحله. تمام. انت بتدخل، اول ما بندخل بنعمل اشعه بانوراما وبنعمل مقطعيه. بعد كده بندخل قسم التشخيص، بنكشف على المريض، بناخد الميديكال هيستوري او التاريخ المرضي كويس قوي قوي قوي، طبعا دي حاجه مهمه جدا. بنعرف كل تفصيله بياخدها، كل العمليات اللي عملها. بعد كده بنبدا بقى التشخيص وبنفنطها، يعني بنقول له انت عندك 1 2 3 4، انت هتيجي زياره للزراعه، وبعد 3 شهور ل6 شهور هتيجي زياره للتركيبات. احنا في الزياره الاولانيه هنعمل كمان عندك اسنان هتتعبك هنعملها علاج عصب. فبيبقى الفريق كله شغال مع بعض بحيث ان هي احسن نتيجه تطلع.
يعني اذا النتيجه بتتغير من مناقشتكم مع بعض. لازم طبعا. احنا القرار اصلا بنبقى يعني احنا بنبقى مستنيين الحالات عشان نقول انت هتعمل هنا ايه وهتعمل هنا ايه، وفي رئيس قسم بيجمع لنا في اخر اليوم الحالات اللي هي صعبه جدا. يعني في طبعا حالات بتيجي طب. يعني احنا بيجي لنا من بره، انت حضرتك عارف ان احنا معظم المرضى عندنا من بره لمصر، فبيجي لنا حاجات اصلا هو هناك لف وسال وقالوا له مستحيل تعمل حاجه زي دي. فانا الحمد لله مستحيل والله. يعني بدل ما كان يائس وما فكرش في اوروبا، لا سمع الحمد لله دكتور خالد ماهر فهو بيجوا على دكتور خالد ماهر، فالحمد لله يعني الحمد لله بيلاقي الحل عندنا. ايه الحاله اللي لما حضرتك شفتها اتعجبت قلت هنعمل في ايه في الحاله دي؟ لا هي في حالات كتير عايزين بقى حاله او اتنين. يعني احنا عندنا يعني احنا معظم اللي بيجوا لنا دلوقتي ان هم بيلفوا في السعوديه، بيلفوا في دول الخليج، حتى والله دلوقتي جالنا عندنا يعني مرضى كتير من اوروبا. أيوة. ان هم قالوا لهم مفيش حل ان انت تزرع، مفيش امل ان انت تزرع. أيوة. وبيجي يائس جدا. فاحنا بناخده بقى ولازم يبقى مطمن، بنعمل له الاشعه المقطعيه، وطبعا التكنولوجي دلوقتي في حاجات اسمها الزراعات الشبكيه. أيوة. نسب نجاحها بتعدي 98. ده رقم ممتاز. فيعني واحنا اول من عملها او من اوائل الناس اللي عملها في الشرق الاوسط، فالحمد لله يعني هو بيبقى يعني مستغرب انت، وبيبقى في اللي هو متوتر كده. لا احنا عملناها مره واثنين وثلاثه، وهقعدك مع ناس عملتها وهشرح لك 1 2 3 وهتطلع مبسوط وهتمشي بسنان. يا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. فالحمد لله يعني كلها هتتحقق. ايوه هتتحقق. ايوه. فدي بتبقى من الحالات يعني بعد 3 شهور او لما بيخلص ويركب بقى يعني ويقول لنا شكرا، دي يعني بتنسينا كل التعب. لو هتوصف شغلكم كتيم كيور كلينك في جمله واحده، خصوصا ان انا بشوف وان شاء الله في خلال الحلقه هنشوف بعض الصور اللي فيها ملحمه حب. فاميلي، احنا فاميلي. الله، احنا اسره يعني. مش مجرد لا ويعني لو حضرتك عارف دكتور خالد كمان يعني بيعاملنا ده مكانك، انت دي عيادتك، انت تصرف هتعمل ايه. الله، انت صاحب قرار. بالظبط. الله، احنا فاميلي في يعني في الاول وفي الاخر، وكلنا مع بعض، وفي تيم وورك شغال جامد جدا مع بعض، فده بيخلي الشغل وانت بتشتغل باريحيه ومبسوط، فده بيريح جدا يعني. احنا نجلاء جاهز التقرير. طب ورينا كده الصوره، بص كده يا دكتور. كنا في الجماليه. احكي في الجماليه. ايوه استني كده. طب ايه، ارجع لنا بالصوره الاولانيه كده، احكي لنا على الصوره دي كانت مناسبه. دي كانت الساعه 3 بالليل، وكان بعد يوم طويل الله. 3 بالليل. 3 بالليل. انتوا بتخلصوا العاده 1 2. ما بعد ما خلصنا بقى الفجر طلعنا نقعد كده ومع بعض نطلع بقى كل الروح الحلوه في فريق العمل، تحس ان الحمد لله. يلا ننزل بالصوره اللي بعدها. الصوره دي بقى لها قد ايه؟ دول عشره العمر، دول الصحاب، دول احنا دول من اكتر 25 سنه. الله، من اكتر من 25 سنه صحاب. يعني في بيننا كل حاجه يعني. الاكله الحلوه دي انا شايف محاشي. كل حاجه بناكلها. الله ألفة ما بعدها ألفة. الحمد لله. دي عشره عمر، وواقفين كلنا في ظهر بعض. الله. فالحمد لله. طيب تعالوا هنشوف تقرير وفود من الدول العربية بتتكلم على كيور كلينكس. مش أنا اللي بتكلم، هم اللي بيتكلموا. يلا بينا. ما جينا إلا على إيش؟ سمعت الدكتور وسمعت المستشفى كويس صدق يعني. لما جينا حتى حصلنا ناس كثير جايين من الشمال، جايين من الرياض، جايين من جدة، جايين من تبوك، جايين من أبها. إحنا من أبها. أنا زيارتي من السعودية مخصوص للأسنان، دكتور خالد ماهر، والحمد لله الممرضات هنا ممتازات، تعاملهم كويس، يعني تسألينهم أي سؤال يجاوبون، مبتسمين، يعني أمورهم زينة يا رب لك الحمد. جاي من السعودية على سمعة الدكتور خالد ماهر، سووا لي زراعة وقالوا بعد 3 شهور تركيبات. بكرة إن شاء الله مسافرين على السعودية، وبعد 3 شهور إن شاء الله نرجع.
والله هذا مستشفى متكامل من إلى، في مبنى واحد، من ناحية الخلع، من ناحية التنظيف، من ناحية الزراعة، من ناحية الترتيب 100% والحمد لله. أنا ما كنت متوقع إني بحصل مستشفى بالطريقة هذه، الخدمة والنظافة والترتيب والدكاترة وتعامل الدكاترة، ما أقول 100%، 1000% ولا مليون في المية. صاحبي هذا جاء هنا ركب تركيبات وقال شغلهم من أحسن الشغل. فبالمناسبة جيت أنا على أساس كلامه وحصلتها فعلا ممتازة جدا. بالنسبة للخدمة والنظافة ممتازة جدا جدا جدا. والله الانتظار فيه وقت، لابد على أساس أكون صريح. بالنسبة للانتظار تنتظر شوية يعني، لأن الزباين كثيرين. وأنا بإذن الله لما أرجع للسعودية حيكون إن شاء الله بإذن الله أنصح أي شخص يبغى يعالج يجي المستشفى هذا. أنا جاي مخصوص من أسوان لعيادة الدكتور خالد ماهر. استقبال حلو، مفيش إهمال ولا انتظار، يعني أنت تمل ملل، مفيش ملل، والخدمة فوق الممتاز. لو أي حد سألني عن دكتور أسنان على طول حدله على الدكتور خالد ماهر. والله أول شيء المدح عليها كثير وأسعارها مناسبة، وصراحة يعني أنا تفاجأت يعني سنوني كانت مرة مكسرة. الحمد لله الحين كويس، المعاملة أحلى معاملة، ولا ما في انتظار أصلاً. والله ما قعدت إلا يمكن 5 دقائق دخلت على الدكتور. أي أحد سألني عن عيادة الأسنان أنا أنصحه وأدل على عيادة الدكتور خالد. ورجعنا مع ضيفنا استاذ الدكتور محمد صبح، استاذ تركيبات وتجميل اسنان بمركز كيور كلينكس. دكتور، طبعا شفنا البيشنت، الحمد لله. هم اللي بيقولوا مش انا. الحمد لله. ولا حضرتك كمان اللي بتقول، هم اللي بيقولوا. قد ايه ثقه كامله في المركز، بيجوا بالطيران مخصوص، يبقى سياحه علاجيه بالظبط كده، دخل قومي لمصر بالظبط، وثقه في الطبيب المصري. بالزبط. سؤال بقى، نرجع، ايه افضل، الزيركونيا ولا البورسلين ولا الايمكس، وليه؟ لا بص بقى يا استاذ طارق، كل مريض ليه الحل الامثل، كل حاله ليها ده الحل الامثل معاه. تمام. طبعا البورسلين ده اللي هو كان قديم شويه، كان بيبقى فيه ميتال من جوه، معدن لونه كده غامق شويه وعليه طبقه مدي البيج، ايوه او رصاصي شويه، وعليه البورسلين من بره. بالظبط. الزيركون معدن كله ابيض. الحالات بقى ايه؟ الايماكس معدن كله ابيض طبعا، وليه حالات معينه السنان ما تبقاش لونج سبان او بريدج كبير. فكل حاله ليها الحل الامثل بتاعها، واحنا حتى لما بنشخص عيان بنعمل له بلان A وبلان B وبلان C، اللي هو ده الحل الانسب لحالتك. طب انا مش هينفعني معايا الحل ده، انا مسافر، هيبقى الحل B، بس انت الانسب لحالتك حل بلان A. وكل حاله البلان بيختلف عن حاله لحاله، يعني مش كل الحالات الحل الامثل ليها مثلا زراعه، الحل الامثل ليها زركونيا. كل حاله وليها حالتها اللي بتبقى انسب ليها، وهو محتاج الحاجه دي. يعني مش بتعتمد بس على نسبه الجمال، لا بنسبه على كل المتانه او التحمل. بالظبط كده. وهتبقى زي ما قلت لحضرتك، التخصص برضو مهم. احنا بنشوف هو هينفع معاها كذا او كذا او كذا. ايوه، ما ينفعش ناخد له هنعمل لك مقاس ده احلى حاجه واحسن حاجه، ما هو لازم برضو بنبص على العوامل الثانيه. بالظبط بالظبط. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك، بتواجه خوف المريض ازاي؟ بالظبط. الرعب لازم يبقى مطمن. طبعا لازم يبقى مطمن من كل حاجه، يعني حتى هو من اول ما بيدخل عندنا وبناخد الاشعاعات وبناخد، هو بيقول لك انا عايز اطمن. طب التعقيم، طب احنا عندنا طبعا غرفه تعقيم مركزيه. أيوة. عليها يعني قسم كامل من الانفكشن كنترول او مكافحه العدوى.
في كل دور فيه تعقيم، وكل دور عليه دكتور متابع لكل الحالات دي. فدي لازم يبقى مطمن. طب انا عاوز اشوف شكل اسناني بعد ما اخلص، او عاوز اشوف شكل اسناني قبل ما ابدا. نقول له خلاص طبعا احنا عندنا معمل عالمي. معمل عالمي جنبنا على طول تبعنا، يعني ده تبع دكتور خالد ماهر شغال معانا وعلينا. بيقول لي انا عاوز اشوف حاله الاسنان او شكل تركيبات الاسنان قبل ما ابتدي عشان ابقى مطمن. الله، قبل ما نعمل اي حاجه، قبل ما تعمل شيء وريني بالظبط. بنعمل له سكان للفيس، وفي دقايق بتتنقل الداتا للمعمل. بنعمل له ديزاين، بنعمل له كل الشكل. عقبال ما يشرب كوبايه الشاي بتاعته او العصير بيكون بوري له شكل اسنانك هتبقى كذا كذا. انا عايز اعدل فيها، طب انا عاوز اعمل كذا. التعديلات والحاجات الجماليه دي بقى سهله بنظبطها معاه، ويبقى عارف انا هستلم منك الاسنان شكلها زي كده. ممتاز. احنا شايفين طبعا على الشاشه العياده والبيشنت قد ايه معظمهم من الدول العربيه المختلفه. شيء يشرف، شيء يشرف. وحتى دكتور خالد يعني كان من شغله الحاجات اللي شغلاه جدا الانتظار، زي ما بيقولوا مش عاوزين نطول مده الانتظار. فبدا يعني الحمد لله بقى دور واثنين وثلاثه، يعني في الفرع الرئيسي فيه 4 أو 5 ادوار عشان ما حدش ينتظر، عشان الانتظار تبقى فتره الانتظار تبقى اقل. ودي طبعا تبقى مهمه جدا جدا جدا. عايزين نعرف من حضرتك ال 3 دي برينتر في طب الاسنان بيستخدم في ايه؟ ما هو نفس اللي بقول لحضرتك ده دلوقتي بقى 5 دي و 3 دي. 5 مش 3. ده زي ما بقول لحضرتك، هو البيشنت عاوز يعرف شكل السنان. طب فبنعمل له انا هنعمل كده وهنعمل كده، والشغل شايفها على الطبيعه طبعا. والمعمل طبعا شغال ديجيتال، فده حاجه كل حاجه بتتعدل دلوقتي، وكل حاجه وهو قاعد معايا وبيعرف شكل السنان اللي هيستلمها هتبقى عامله ازاي. التقنيات دي يا دكتور بتقلل من الاخطاء البشريه؟ شايف راي حضرتك؟ انا شايف ان ده مع ده هيبقى يدي احسن ريزلت. لان طبعا المعمل عندنا ماسكه دكاتره، دكتور ماسك المعمل وماسك الحالات، وكل حاله بيبقى عليها مشرف دكتور عشان تدي احسن ريزلت مع التكنولوجي. مش زي زمان معامل الاسنان كان. لا مفيش. التكنولوجي دلوقتي ده مسهل الدنيا كلها وبيدي احسن ريزلت. بيدي نتيجه يعني جميله. الاجهزه اللي بتتطور بصفه مستمره في طب الاسنان، شايف حضرتك ان مصر دلوقتي بتمتلك احدث الاجهزه على مستوى العالم واحسن دكاتره واحسن اطباء؟ يعني انا على طول يعني في حاجه بتهمنا، ازاي انقل الثقه اللي عندي للمريض. فاحنا الحمد لله في كيور عندنا كل العوامل اللي تخليني اشتغل بثقه. دكاتره على اعلى مستوى، ادوات واجهزه احدث حاجه، التعليم المستمر، الخبرات، كل ده بتخليني انا شغال وانا واثق من الريزلت اللي هتطلع. الاجهزه ديت سهلت شغل الطبيب؟ طورت شغل الطبيب. طورت وبتديك اكسبيرينس بتخليك واثق في شغلك، خليته يتقن ويبدع اكتر. بالظبط. زي ما بقول لحضرتك كمان الخبرات المهمه جدا. مع يعني احنا حتى دكتور خالد على طول بيدينا كورسات وبيدينا ندوات طبيه وندوات تعليميه، عشان كل ده مع الاجهزه ومع يبقى احسن حاجه، يبقى انت شغال وبتدي احسن ريزلت. المستقبل في طب الاسنان هيبقى كله ديجيتال؟ في رايك ان العامل البشري مهم جدا؟ انا شايف كده العامل البشري مهم جدا مع التطور. الاثنين مع بعض يدوا احسن ريزلت، واحنا عندنا في مصر كوادر عاليه جدا. الله. طيب احنا معانا مفاجاه. قول الو. الو. مساء الخير. ازي حضرتك يا كابتن طارق؟ ازيك يا دكتور؟ اخبار سعادتك ايه؟ دكتور خالد ماهر، القامه الكبيره اللي عامل شهره قويه جدا لمصر في طب الاسنان. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا عرفنا ان حضرتك خطفت مننا حاجه من البرنامج رقم 5 ورشحت نفسك في نقابه الا 5 امان. باذن الله سبحانه وتعالى رقم 5 في نقابه اطباء طب اسنان القاهره، مش كده يا دكتور؟ ان شاء الله. نازل يوم الجمعه ان شاء الله على الانتخابات الفرعيه لنقابه اطباء اسنان مصر باذن الله. شايف رقم 5 ده بيمثل ليك حاجه، وليه اخترت رقم 5؟ والله هم اختاروه طبقا للاقدميه اللي موجوده. ايوه. فحظي بقى، وانا اصلا بحب الرقم ده الله. من ايام ما كنت مع حضرتك. الله ما شاء الله، فعلا دي حاجه تساعدني. دكتور خالد اتفضل.
واحنا قلنا برضو ان دوري كشخص وصاحب مؤسسه ما يبقاش بس ان الشغل والعالم البيزنس، وان احنا لازم ندخل عالم النقابه والحركه النقابيه، لان احنا ما نمثلش بقى بعد كده عيادتنا بس. يعني احنا بنمثل اطباء اسنان مصر، بنحاول ان احنا ده ندعم ده بخبراتنا بالبيزنس بتاعنا في العيادات. ممتاز. مش بس كده، كمان احنا كمان بنبقى عايزين نقدم وجهه كويسه لمصر. حضرتك عارف ان احنا جزء كبير من المرضى بتوعنا بيبقوا جايين سياحه علاجيه من خارج مصر. فاحنا الفكره بقى ان احنا دلوقتي ازاي نستوعب السوق يستوعب ده، وان احنا ناخد مركز كبير قوي في مصر، ان هي تبقى دي محطه علاجيه لكل المرضى من انحاء العالم. واحنا عندنا القدرات دي وعندنا الامكانيات دي في مصر، سواء سياحيه او طبيه. ممتاز ممتاز. حضرتك انا يعني عايز اسالك سؤال، برغم الانشغالات القويه جدا والمجهود العالي قوي اللي بتعمله، انا شايف حضرتك قررت خوض الانتخابات بعد ما حطيت البذره ونبتت، وقيادات ورا حضرتك بتدير وبتقول لهم كلمه، دي العياده بتاعتكم وانتوا اللي هتنجحوها وبتنجحوها وانتوا اصحاب قرار. ليه في الوقت ده اديت قرار ان انا اخوض الانتخابات والمشاغل دي مش هتعوق خالص ان انا اقوم بدوري نحو بلدي ونحو مهنتي؟ حضرتك طبعا انت عارف يا كابتن طارق من زمان ان انا ليا دور اجتماعي قبل ما ليا دور كطبيب او صاحب منشأة. يعني دي حقيقة. انا ممكن على السكيل الصغير ان احنا اي حد من الدكاترة اللي عندنا موجودين في المركز بيبقى انا زي ابوهم الروحي كده. يعني لو في اي حد بيبقى عنده مشكلة في اي اتجاه من الاتجاهات سواء في الشغل او بره الشغل بيبقى انا موجود معاه. يعني واحنا شفنا المحاشي والمعزومات الخارجية يا دكتور. ومش بس كده، على مستوى الشخصي ساعات والله جوازات وخلفه وحاجات كتير. ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين لقينا طب احنا ليه ما نكبرش الدايره دي، ما تبقاش بس على الدكاتره اللي عندنا في كيو. طب احنا ليه ما تبقاش دي على قائمه اكبر شويه او نكبر الاسره اكبر شويه. ايوه. وحضرتك بتقول لي على الوقت، انا عايز اقول لك ان انت ما دام مخلص النيه الوقت بيظهر. يعني انت خلاص بتقدر تخدمه، وبعدين لما انت بتبقى علاقاتك متشعبه بتقدر تخدم الناس اكتر. يعني كل ما كانت علاقاتك بتزيد كل ما انت تقدر تخدم قطاع اكبر في المكان اللي انت موجود فيه. فاحنا بنتكلم ان ده قطاع اطباء الاسنان كبر ما شاء الله، وعدد خريجين كتير. في ناس كتير مش عارفه مستقبلهم ازاي يمشي، ان احنا نقدر نساعدهم ان ده نقول لهم ازاي يبداوا يحطوا خطواتهم الرئيسيه على طريق المستقبل سليم. يعني وفي دايره بقى اكبر ان احنا هنحول مصر بقى نفسها لهب علاجي كبير. يعني احنا دلوقتي ان انت في دول زي مثلا تركيا او في دول كتير واخده الاضواء مننا، معناها احنا احسن بكتير منهم، سواء في بنيه تحتيه. دلوقتي طبعا حضرتك شفت البنيه التحتيه في مصر قفزت قفزات رهيبه في الفتره الاخيره دي. جدا فعلا. فعلا. وبقى عندنا اماكن سياحيه كويسه، طرق حلوه، وبقت المواصلات اسرع. دي حقيقه. وعندنا مستوى طبي من الدكاتره رهيب. يعني احنا عندنا دكاتره في مصر بيعملوا شغل ما بيتعملش بره في اي حته في العالم. ايه اللي بتوعد؟ طب ليه احنا ما نبقاش احنا سباقين بقى ان مصر دي تبقى سنتر علاجي؟ يعني السياحه العلاجيه دي تبقى حاجه باينه قوي. فعشان احنا نمشي في الخطوات دي لازم الناس اللي فوقينا يسمعوا صوتنا. فيسمعوا صوتنا ازاي؟ من حركات العمل النقابي في الحاجات برضو الانتخابيه. دلوقتي بقى في دكاتره اثنين موجودين في مجلس الشعب ومجلس الشورى. ووزيرنا طبعا وزير الصحه نفسه اصلا طبيب اسنان. فاحنا قادرين ان احنا عايزين يعني نوصل للناس دي تسمعنا، ونبقى احنا داخلين في المخاطرات دي، خصوصا ان احنا قولي خبره من ناحيه البيزنس. يعني فعارفين ندير البيزنس ده. فطب ليه ما نكبرش كل شويه، نكبر السكوب بتاعنا. ونتحرك بقى، بدل ما بنتحرك كفرد نتحرك كمؤسسه، وبعد كده بعد المؤسسه كنقابه. فطبعا انت عارف كل ما دايرتك بتوسع كل ما احنا نقدر نخدم اكتر. ده اكيد. انا شايف ان حضرتك سحبت البساط
من تركيا ومن دول كتير جدا كانت السياحه العلاجيه بتروح لهم، يمكن كانوا بيروحوا لتركيا علشان الشعر وزراعه الشعر، مش كده يا دكتور؟ لا والاسنان كمان. بس ما انا بقول لحضرتك سحبت البساط. لا بس هي الفكره ان اسنان بقى ما كانش بس كمان دول الخليج بتروح، كان اوروبيين كتير قوي بيروحوا تركيا عشان موضوع الاسنان. طب احنا ليه؟ احنا مستوى طب الاسنان هنا في مصر يعني ممكن يكون 10 اضعاف احسن من الموجود في تركيا. دي حقيقه. وبنقدر نقدم كمان خدمه ما بعد البيع هو ما بيقدرش يقدمها، يعني ضمان بقى للشغل ده. نقدر تقدم ضمان للعيان يجي في اي وقت، تقدر ان انت تبقى معاه وقادر تساعده وتقدم خدمه كويسه وعندك الاجهزه ممكن ما تبقاش عنده هو هناك كمان. ما شاء الله. عايزك توجه كلمه لجميع العاملين في طب الاسنان وتقول لهم ايه الخدمه اللي انا دخلت من اجلها انتخابات نقابه القاهره. انا نتكلم يعني زي ما حضرتك قلت لك كده ان احنا بنتكلم من ناحيه البيزنس العيادات، احنا ادرى ناس ببيزنس العيادات. فعارفين ايه المشاكل بتواجهه، فاحنا بيبقى لنا صوت في النقابه، فانا بقدر احل المشاكل دي باسلوب احسن واسرع، وانا كمان ابقى فاهم المشاكل دي اولها ايه واخرها ايه. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا يبقى عندنا مشروع اداري عدد دكاتره الاسنان دلوقتي تضاعف بعدد كبير جدا، وبقى عامل مشكله ان بقى فيه شبح بطاله قادم. طب احنا نعمل ايه بقى عشان نستوعب الاعداد دي؟ ويبقى في مشاريع تقدر ان احنا يكسبوا منها ويبقى ليهم مستقبل كويس، ودي حاجه مهمه، نقطه مهمه الناس ما بتتكلمش عليها قوي. دي حاجه. ثالث حاجه ان احنا دلوقتي طبعا حضرتك عارف القانون المسؤوليه الطبيه الجديد هو مفاهيمه وابعاده الدكاتره لسه برضو مش عارفينها. احنا موجودين عشان ان احنا نقدر نوصل لهم ايه الصوت ده، ان النقابه في ظهرهم لو حصل ليهم اي مشكله من اي حته يبقى عارف ان النقابه ليها صوت قوي وان هو قاعد واقفه في ظهر الطبيب بالفعل. بالظبط. رابع حاجه ان احنا بنتكلم على الخدمات، يعني في دلوقتي ما فيش نوادي لدكاتره اطباء الاسنان مثلا. يعني في مشاريع كتير. المشروع العلاجي ان احنا نقدر نحسنه شويه، يعني حد يقول ان المشروع العلاجي مثلا ان انت اقل من نقابات تانية، مع ان انت اصلا نقابه طبعا نقابه الاطباء او اطباء الاسنان يعني من قلب المؤسسه، وانت يبقى مشروعك العلاجي اقل من النقابات دي برضو مش حاجه حلوه يعني. بالظبط. حقنا احنا كدكاتره. فاحنا بقى ان دي كلها مطالب شرعيه ان احنا نقدر نعملها. نزود استثمارات النقابه، لان دي برضو حاجه مهمه قوي، ان النقابه يبقى معاها فلوس. كل ما كان النقابه بتبقى معاها فلوس كل ما كانت بتبقى نقابه قويه ويبقى ليها دور سياسي اكبر. فدي يعني دي الحاجات الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها، يعني ده الحاجات الرئيسيه اللي انا بقولها للدكاتره ان هي تدعمنا عشان الحاجات دي. باذن الله يا دكتور يوم الجمعه كلنا هنبقى عاملين كده ان شاء الله، علشان دكتور خالد ماهر باذن الله في الرياده طب الاسنان اللي بيجوا من بره مصر. ده حضرتك لو رشحت نفسك بره مصر برضه هتنجح، مش كده ولا ايه؟ انا يعني من طيبك يا كابتن طارق والله. دايما موفق باذن الله دكتور خالد ماهر، في نجاح مستمر وتوفيق مستمر. بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد، الصداقه بس هضيف حاجه كده. هو دكتور خالد طبعا في ارض الواقع وفي الشغل بقى له اكتر من 15 سنه. الله. فانا شايف ان هو اكتر واحد هيبقى عارف مشاكل دكاتره السنان، مشاكلهم جوه العيادات، الصعوبات والتحديات اللي بتواجهوها، التراخيص، كل الحاجات دي هو شايف وعدى عليه الحاجات دي. فانا شايف ان هو اكتر واحد هيقدر يقف مع دكاتره السنان. فان شاء الله بالتوفيق وكل الداعم ليه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وانا انبسطت جدا اني عرفت موضوع رقم 5 ده وانا من المتفائلين ان شاء الله بالرقم 5 بالتوفيق ان شاء الله. الدكتور خالد ماهر، انا عايزك توافقني الراي ولا لا؟ دكتور الاسنان من غير السوشيال ميديا صعب ينجح ولا لا؟ هو زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا بالظبط، بس هي دلوقتي بقت من الاساسيات ان انت يبقى عندك بيج ويبقى بتعرض الشغل، عشان هو بقى الاهتمامات على السوشيال ميديا اكتر من زمان. طب هي دي الفكره. فدلوقتي برضو والسوشيال ميديا السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، انا شايفه كده. الله. يعني بس ضروري. للي يعرف يستخدمه صح. بالظبط كده. طيب السؤال اللي بعد كده، دخول طب الاسنان بقى صعب بسبب المنافسه؟ زي ما دكتور خالد قال الاعداد زادت واحنا خايفين نواجه بطاله. فدلوقتي الدكتور الشاطر والمتميز واللي بيراقب ربنا هو اللي
هو اللي هيكمل في الميدان، هو اللي بيستمر، هو اللي يكمل في الميدان. طب الاسنان من غير تكنولوجيا حديثه بقى غير كافي في 2026 او الاثنين مع بعض. انا برضو لازم العنصر البشري، انا شايف العنصر البشري مهم جدا في خط متوازي. بالظبط كده. المريض بقى بيختار الدكتور اللي على الثقه مش السعر بس، ولا لا؟ هو الاثنين مهمين، عشان كده احنا حضرتك عارف احنا بنعمل اسعار تنافسيه عشان يبقى الاثنين ماشيين مع بعض. الثقه مهمه جدا جدا جدا، واحنا بنوفر كل حاجه عشان المريض يكتسب الثقه ويبقى شغال وهو مطمن وعنده ثقه في المركز اللي شغال فيه، بالاضافه للسعر التنافسي. والسعر ده انا نفسي اندهشت جدا يا جماعه لما بنسمع بره في عيادات الزراعه ب 30 وب 35 وب 40 الف. انا عايز حضرتك تديني هنت بسيط قوي كده علشان هو الرينج الاسعار بيبدا من 5 ل 12. الله، سامعين يعني؟ لازم تندهشوا زيي لما عشان كمان بنستورد الحاجه دايركت من بره، فبنقدر نجيبها بسعر ما بقاش في وسيط. بالظبط، ما بنزودش التكلفه على المريض. ده غير ان حضراتكم عندكم المعامل بتاعتكم كل حاجه، كل شيء ملقيته كل حاجه، ما بتطلعوش بره في حاجه. ده حتى دكتور خالد عمل لنا ميتنج او اجتماع اول الشهر لما الدولار عالي وكده، قلنا هيزود الاسعار طبعا. راح منزل بوست كبير قال لك انا همشي عكس التيار ومش هزود جنيه على اي حاجه. فاحنا مستمرين بنفس اسعارنا. قمه الوطنيه وحب حب البلد وحب الشعب، ان هو ما يثقلش عليه اكتر ولا اي حاجه. لان زي ما قلت لكم يا جماعه، الزراعه ما بتسال عليها بتلاقيها 20 25 30 الف. ازاي؟ طب انا هقدر ازاي ان انا واكب ده او اعمل ده؟ سمعنا دكتور محمد هو بيقول الزراعه ما بين 5 ل 12 5 ل 12 احنا عندنا فرايتي طبعا كده كتيره جدا، اكتر من 12 نوع من الزراعات او 14 نوع. فبنقدر نعمل فرايتي في الاسعار، والحمد لله مش عاوزين ويقدر ياكل تاني ويقرقش تاني، صح، ويعمل كل حاجه ويحس ان هو رجع بالظبط شباب من غير ما ننتقل عليه ونحسسه النجاح في طب الاسنان مهاره زي الاداره زي التسويق، كلهم مع بعض. 3 كلهم مع بعض. احنا دلوقتي حتى عندنا كل قسم بقى ليه مدير او رئيس قسم يشرف على الفنيات كلها. الاداره بقى في مبنى كامل للاداره بتدير كل حاجه، كل قسم ليه مديره وادارته، يعني حتى من الالف للياء ليها كل حاجه اداره، عشان الشغل يبقى مظبوط ومراقب من كل حاجه عشان يطلع احسن شغل. الله. نجلاء، التقرير بتاع كيور كلينيك والاطباء جاهز؟ احنا حتى الدكاتره بننقيهم على الفرازه. اتفضل يا دكتور. الدكاتره بننقيهم على الفرازه بالظبط، مش كده؟ على الفرازه. التخصص اصعب ما يكون، ان يعني الواحد داخل يزرع يقول ازرع، انا بسمع الزرع ده في الارض، بسمع زرع، انما هيبقى في بق اعرف اكل تاني وارقش تاني والحاجات بعد ما كنت باكل الحاجات الطريه عشان التركيبه ولا عشان الطقم. يعني بننقيهم على الفرازه. عشان كده كل قسم فيه دكاتره وتيم، يعني كل تخصص فيه تيم قوي جدا 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 ومتميز. الله. بيعملوا حاجات ما بتتعملش. ده حقيقي. احنا مش هنسمع بس، احنا نيجي نشوف. ماشي. ما تيجي نشوف، يلا بينا. بيميز عيادة كيور ان زي ما دكتور خالد دايما بيقول ان هي يعني اي حد عنده مشكله مش عارف يحلها بره، هو اكيد بيلاقي ليها حل هنا. فيعني اكتر حاجه دايما بتميز العياده هنا ان هو اي حاجه بيبقى ليها حل. المريض من اول ما بيدخل لحد ما بيمشي هو بيتعمل له كل الرعايه المطلوبه، من تشخيص من الدكاتره السينيورز اللي موجودين الحمد لله متخصصين في كل المجالات. بيتعمل له البانوراما هنا، CBCT، كل الحاجات التشخيصيه اللي بنحتاجها، وبعدين بيبدا يمر على الاقسام اللي عندنا. احنا الحمد لله عندنا كل دور قسم معين، كل الاقسام موجوده وكل الاقسام فيها دكاتره متخصصين. فالمريض مش بيحس ان هو محتاج يروح كذا حته، هو المريض خلاص هو وانس ان هو دخل هنا هو عارف هو هيتوجه على فين. الاقسام هيروح كده، هيروح القسم ده الاول على حسب الخطه العلاجيه اللي بتجيبها. أنا أول ما جيت كيور لقيت نفسي بشتغل لجنسيات مختلفة من كل أنحاء الوطن العربي، وساعات كمان من بره الوطن العربي.
في كيور هنا الخدمة واحدة لكل البيشنتس، للمصري وللأجنبي وللعربي. احنا هنا بنستخدم أحدث التقنيات اللي بتفرق عن أي مكان تاني. عندنا كل أنواع الإشاعة، وعندنا التشخيص بيكون تفصيلي من أول ما بيدخل البيشنت. عندنا بيعمل كل الإجراءات اللازمة من أول الإشاعة العادية لحد CBCT والأشعة المتطورة. فكل ده موجود في كيور. البيشنت مش محتاج يروح من مكان للتاني، كله بيحصل هنا من أول ما البيشنت يحط رجله هنا. الفيس سكان هو تقنية حديثة جدا بتخلينا نشوف ملامح المريض على شكل ثلاثي الأبعاد، وهنا بنقدر إن احنا مش بس نعمله ابتسامة تجميلية طبية، بس ابتسامة مخصصة للمريض هو بس. يعني أنا مش بعمل لك ابتسامة هوليوود وخلاص أي تجميل، لا أنا بعمل للمريض الابتسامة اللي هي تليق على وشه هو. المريض من قبل الفيس سكان كان بيجي ياخد مقاسات للأسنان، انا بعت المقاسات دي للمعمل. المعمل طبعا ما عندوش اي ريكورز لشكل البيشنت، هو بيتعامل مع فك بس اسنان، فهو عنده على حسب الاسنان المتحضره قدامه بيبدا يعمل لي تركيبات. فانا طبعا بعد كده اخد التركيبات دي من المعمل اجي احطها في الفك، وببدا ان انا ارص الاسنان. فالمريض الابتسامه طبعا مش لايقه على وشه خالص، خصوصا ان هي بتفرق من ميل لفيميل. الفيميلز بتبقى محتاجه شكل راوندد اكتر، سنان اصغر. الميل بيبقى محتاج شارب انجلز فبتديله ماسكلين لوك. فكل ده الفيس كام يقدر يحددهولي. فبدل ما المريض بيجي يتفاجئ ويبقى بعد السيشن دي او الفيزيت دي هو ماشي متضايق ويبدا يعيد كل ده من الاول مقاسات ومعمل، فلا البيشنت بيبدا ان هو ياخد مقاسات مره واحده، يجي يستلم بيبقى عنده فول ساتسفاكشن البروسيس اللي هو خدها من اول فيزيت. ونحمي كل مكان. ورجعنا وشفنا اللي ما بيتشافش، جهاز فيس سكان. يا دكتور ده ايه؟ ده زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، المريض عشان يبقى مطمن وعنده داخل بكسب ثقه بيقول لك انا عاوز اشوف ابتسامتي قبل ما نبدا، فبنعمل له كل حاجه وبنخليه يتصور على الفيس سكان، بيشرب كوبايه العصير، بنجهز له بقى ابتسامته هتبقى كده، مش عاجباه بنعدل فيها. انا عاوز السنتين دول زي ما قلت لحضرتك، بنعدل فيه كل حاجه. بعد كده بيبدا بقى يتحول للاقسام، هينزل قسم التحضير بيحضر سنانه ويتعمل له سكان بقى. السكان ده بقى تصوير، بنصور سنانه بدل الطبعات القديمه بالظبط، بيتصور على طول في دقايق بيكون الحاجه وصلت للمعمل، بيبداوا يشتغلوا عليها بنفس الابتسامه اللي هو اختارها ليه. يعني دي ابتسامه بتاعتك انت معموله، ده اللي انت اخترتها وده اللي انت خلاص كده. واحنا هنشتغل على الابتسامه دي، ودي اللي هتبقى في بقك في اخر الشغل. الجهاز ده نادر، مش موجود مش موجود في كل قليل جدا طبعا مش كده؟ طبعا. عشان كده الطيارات بتيجي واحنا هنقول الصحه العلاجيه بس هتيجي هي ازاي. مهمه برضو. يعني احنا الحمد لله عندنا جميع الشروط او العوامل اللي تخلي المريض يبقى عنده ثقه، فالحمد لله. يعني شكله هو على الشاشه بالظبط كده، بيتاخد له سكان في دقايق الداتا دي بتكون راحت المعمل، وصلت المعمل، بيشتغلوا عليها على طول. الله. جالنا الاسئله دلوقتي واحنا شغالين، الناس عماله تبعت اسئله، احنا ندخل بقى معاك في بعض الاسئله على السريع عشان وقت البرنامج. بيقول الدكتور محمد، ايه اكتر حاجه غريبه او طريفه طلبها منك مريض في التركيبات؟ ان هو كان فرحه بعد 3 ايام. 3 ايام قال لك انا عايز، عنده سبيسنج في السنان، وعنده في سنان فيها بروتروجن، يعني تقدم للاسنان. ايوه. بدانا حرفيا كان فرحه بعد 3 ايام، وكان جاي لنا من النوبه. يا فاشتغلنا عليه على طول. السنان اللي محتاجه تتعمل عدسات عملناها عدسات، السنان اللي محتاجه تتعمل علاج عصب دخلناه على طول قسم الاعصاب، واتجوز ومبسوط. واخر حاجه اخر غلطه. طيب يعني 3 ايام احنا على فكره يا كابتن، احنا التركيبات ما بتزيدش عن 48 ساعه بيكون مستلمها. 48 ساعه معملنا، وخلال 48 ساعه بنكون مستلمها. اللي بره بيقولوا له خلال اسبوعين 3، خلال 48 ساعه ان شاء الله بيكون مستلم تركيباته. السؤال بقى اللي جالنا برضو بيقول في مريض دخل لك عايز ابتسامه شبه المشاهير، عملته هم دلوقتي بيطلبوها. يعني حتى دلوقتي لما هو بيجيب، يعني اكترها في العنصر النسائي، بيجيب لنا صوره انا عايزه نفس الاسنان دي.
يعني انا عايزه نفس الاسنان انا دي. محتاج نفس الاسنان دي. احنا بقى بناخد منها صوره بندخلها على الكمبيوتر، بنعمل برضه بنعمل لها سكان للفيس بنفس الجهاز، وبندخل بندخل الابتسامه اللي هي عايزاها على اسنانها. طب لو المريض متردد جدا بتقنعه ازاي بطريقه بسيطه وخفيفه؟ ده سؤال برضو من المشاهدين. ما هي لازم زي ما قلت لحضرتك من الاول بنبقى مطمنينه. ايوه. انت عاوز ايه عشان تطمن؟ انت دلوقتي عندك بلان ايه وبلان بي وبلان سي. ايوه. هوريك دلوقتي سنانك هتبقى عامله ازاي، هنوريك الحاله اللي انت هتعملها، هنوريك الاقسام. في حالات زيك كتير عملتها، انت مش مطمن، هقعدك تتكلم معاها وتبقى مطمن وكل حاجه. فانا شايف ان اول زياره للمريض ان هو يبقى مطمن واكتسب ثقه، دي مهمه جدا جدا جدا. لازم يبقى مطمن. السؤال اللي جاي لك برضو، ايه اكتر سؤال اهم، هل التطور خلى التركيبات تعيش اطول وتبقى اريح للمريض؟ طبعا. طبعا بنبقى نعرف كل حاله يا كابتن ليها تركايه. فاحنا لما ندخل دي مع التكنولوجي بنبقى عارفين التركات، ايه المشكله اللي عنده في العضه، ايه المشكله اللي عنده في السنان، فبنبقى ده مع ده بنعمل احسن تركيبه. لو جالك واحد قال لك انا 75 سنه، ده شباب لسه. شباب. شباب. ده كده ما ييأس. لا خالص. 75 سنه ده فيه ناس الحمد لله معديين ال 90 سنه، ده حقيقي 91 سنه. وركب ورجعناه عريس تمام. ايه ده؟ وتركب له الزراعه وكل حاجه وكمل. الحمد لله. الكلام ده مش مهم. ده حقيقي جدا. الله. احنا بنشوف التوافر العناصر العظم، حتى دلوقتي العظم مبقاش مشكله، بقينا بنشتغل على الزراعات الشبكيه. نسبه نجاحها زي ما قلت لحضرتك معديه 95%. ف ليها حل، ما تقلقش، كل حاجه ليها حل. الكلام ده اعزائي المشاهدين، الكره في ملعبكم بالمعنى الرياضي. يعني المبالغ الخياليه اللي انتوا كنتوا حاطينها اني لا هقدر ازاي على ثمن الزراعه ده، قلت لكم كل حاجه. العنوان عندكم، فروع كيور كلينيك، تدخل على جوجل، رقم التليفون حطيناه على الشاشه، كل الخدمات. في نهايه الحلقه دي اشكر دكتور محمد صبحي، شكرا جزيلا لك. الف شكر لحضرتك، الف شكر. ان شاء الله باذن الله في تقدم نجاح مستمر. شرفنا بحضرتك، الله يخليك. وفي النهايه كالعاده اتوقف عند هذا الحد. في الكل بدايه، نهايه، وحد، وبرنامجنا كل يوم 4 مش كل حد. اشكر كل طاقم العمل وكل وحده كنترول، والاعداد الاستاذ علي قناوي، والاستاذ روان طارق، والبروديوسر المتميزه نجلاء فتحي، والاستاذ محمد شعبان. ودايما اترككم في حفظ رب العالمين، والقاكم دايما في امان. سلام. نفهم المخاطر قبل ما تيجي، ونختار الحلول بترتيب. 5 أمان، ده الأمان عنوان في الترتيب، والصنعة دايما كسبان. مع طارق عبده بنفهم ونتعلم، ونعيشها صح، ونحمي كل